السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. علاقة الأجيال الجديدة بالموبايل علاقة معقدة شوية، صعب علينا احنا كأجيال أكبر إن احنا نفهمها أو نحاول نسيطر عليها. وده لأن الطفل زي ما بيفتح عينه وبيشوف أبوه وأمه، بيشوف كمان اللي في إيد أبوه وأمه، وبيشوف إن هم قاعدين كل واحد فيهم قاعد على الموبايل ومش بيقوم من عليه. ده كمان في أهالي بتستخدم الموبايل كوسيلة إلهاء للطفل، قاعد بيعيط وعايزين ينزلوه من على ودنهم، كل واحد عايز يشوف يعمل هو يعرف هو بيعمل ايه ويشوف حاله، فخد يا حبيبي الموبايل. او ان الطفل يكون بيزن مثلا على حاجة معينة، فخد يا حبيبي الموبايل عشان يسكتوه ويقعدوه. يبتدي الطفل يكبر، يطالب بقى ان هو عايز يكون ليه موبايل شخصي بتاعه هو. ولان العلم سلاح ذو حدين، فخلونا نقول مع بعض ايه هي اهمية واضرار الموبايل على الاطفال. الموبايل وسيلة مهمة جدا بالنسبة للأهل إن هم يطمنوا على أولادهم، لو بره البيت، سواء بقى مع أصحابهم في رحلة مدرسية أو أي سبب يخليهم بره البيت، هيقدر الأهالي إنها تطمن على أولادها. كمان هو وسيلة أمان للطفل نفسه، إنه يطلب النجدة أو المساعدة لو حس بأي خطر أو وقع في أي مشكلة. كمان إن الموبايل بيوسّع مدارك الطفل، وبيخلّيه مُتصل بالعالم الخارجي وبالتكنولوجيا، وده هيدّي له مجالات كتير وفُرَص كتيرة في المستقبل. وكمان مش عايزين ننسى أهميته في العملية التعليمية، من خلال المواقع التعليمية والإخبارية، حتى إن في مدارس كتير بتستخدم الTab في العملية التعليمية. كمان إن الألعاب والتطبيقات اللي بتجذب انتباه الطفل، إذا تم التعامل معاها بشكل صحيح، ليها قدرة على تنمية مهارات الطفل اللي هتفتح له بعد كده في المستقبل مجالات العمل الكتير دي أهمية الموبايل بالنسبة للأطفال. طب إيه هي بقى أضراره على الأطفال؟ الإفراط عموما في استخدام الموبايل بيدخل الطفل في حالة شبه الإدمان. مش الموبايل بس، الموبايل أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو أي حاجة زيهم كده. طب ليه بنسميها إدمان؟ لأن ليهم قدرة على إحداث تغيرات في كيمياء الدماغ، بتخلي الدماغ تفرز مادة الدوبامين. المادة دي بتسمى بالمتعة الكيميائية، ودي المادة الأساسية للإدمان بأنواعه. دكتور بيتر بيبرو، مدير علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، بيوصف الشاشات عموما زي ما قلنا بقى الموبايل والكمبيوتر والتلفزيون والحاجات اللي زيهم كده بإنها كوكايين إلكتروني، والباحثين في الصين بيسموه الهيروين الرقمي. من أضرار الموبايلات كمان على الأطفال إنها بتعمل عندهم حالة من اضطرابات النوم، وده بسبب الضوء الأزرق اللي بيطلع من الموبايل، اللي بيأثّر على هرمون الميلاتونين اللي بيحفّز عملية النوم. فتلاقي إن الطفل اللي بيقعد كتير على الموبايل عنده أرق، مش عارف ينام، بسبب الخلل اللي عنده في هرمون النوم. الضوء الأزرق ده في تطبيقات بتتحكم فيه، وفي أجهزة كمان ما بتطلّعش نفس مستوى الضوء ده بالنسبة للأجهزة التانية غيرها، فبالتالي بتبقى أقل ضرر. ولكن الضوء مش هو بس السبب الوحيد في عملية اضطراب النوم، لأن استخدام الموبايل عند ميعاد النوم، سواء بقى للشغل أو اللعب أو لمشاهدة الفيديوهات، بتعمل تحفيز قوي للدماغ، فبتخلّي الواحد مش عارف ينام. وعلشان كده في ناس بتحب تستخدم الموبايل، يعني تبُص في موبايلاتها أول ما تصحى من النوم علشان تفوق يعني. دي ماشي فكرة كويسة، ولكنها هتبقى فكرة سيئة جدًا لو استخدمناها عند النوم. وعلشان كده المفروض إن إحنا نقفل أجهزتنا الإلكترونية دي كلّها قبل ميعاد النوم بساعة. لأن اضطرابات النوم دي مش للأطفال بس، لأ، للأطفال وللكبار كمان. في أهالي بتفكر إن أطفالها أذكيا علشان بيقدروا يتعاملوا بمهارة مع التكنولوجيا الحديثة، ولكن الحقيقة الصادمة بقى إن التطور المعرفي للأطفال حاليا أقل بمعدل سنتين عن الأطفال من 30 سنة. يعني الطفل اللي عنده حاليا 10 سنين ماشي بمستوى تطور طفل عنده 8 سنين من 30 سنة. وده لأن الموبايلات ليها تأثير كبير على تعامل الطفل مع العالم الحقيقي، وكتير من الأطفال فقدوا القدرة على التفكير في الأمور الحقيقية والواقع الملموس. استخدام الموبايل في سن
أقل من 3 سنين هيأثر على نمو الطفل في سنواته الأولى، وده ممكن يوصل لمشاكل كبيرة في النطق وفي التفاعل مع اللي حواليه. أما الإفراط بقى في استخدام الموبايل في سن أكبر من ال3 سنين ده هيأثر على تركيزه ومستواه الدراسي، وكمان ممكن يوصل معاه للنسيان المتكرر، أو ممكن إن الطفل نتيجة استخدامه للإنترنت يقع ضحية للمجرمين الإلكترونيين زي الهاكرز مثلا، أو إنه يتعرض للابتزاز بأي شكل من الأشكال لو ما كانش الأهل عندهم وعي بالأمور دي وعارفين إزاي يحموا طفلهم ويخلوا بالهم من الحاجات دي كلها. طب إزاي هنحمي أطفالنا من أخطار الموبايل؟ عموما فكرة منع الطفل من استخدام الموبايل مش هي الحل، بالعكس دي ممكن تزيد الأمور سوء، سواء بقى كان الطفل عنده موبايل خاص بيه أو لأ، لأن إن إحنا نعزل أطفالنا عن العالم والتطور التكنولوجي آه، صعب يعني، ولو حاولنا نعمل كده فاحنا بنأذيهم أكتر ما بنفعهم. لإن التطور التكنولوجي ده بيحيط بيهم من كل اتجاه. طب إيه الحل؟ الحل هو إنك كأب أو إنك كأم أنتم اللي تديروا علاقة أطفالكم بالتكنولوجيا الحديثة، بحيث إنهم ياخدوا منها اللي يفيدهم بس. طب كم هي عدد الساعات المسموح بيها لاستخدام الموبايلات في اليوم؟ بالنسبة للأطفال أقل من 2 سنين فالخبراء والدكاترة أجمعوا على إنهم أصلا ما ينفعش يقعدوا قدام شاشات، سواء بقى موبايل أو تلفزيون أو كمبيوتر أو أي جهاز زيهم. أما الأطفال من 2 ل5 سنين فمسموح لهم بساعة واحدة يقعدوا قدام الشاشات في اليوم. أما الأطفال من 5 سنين ل 18 سنة فساعتين في اليوم كفاية. طب إزاي هنتكلم مع أطفالنا في عدد الساعات المسموح بيها؟ بالنسبة للأطفال الصغيرة فالموضوع سهل جدا، انت هتاخد منه الجهاز اللي في ايديه وخلاص، انت كده بتسيطر على الوقت المسموح بيه. المشكلة بقى اللي هتواجهنا في الأطفال الأكبر سنا، وعلشان كده لازم نحط خطة نسيطر بيها على الوقت. يعني مثلا ما نحطش اي شاشات، لا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا موبايلات في اوض النوم، ولازم نعمل الكلام ده من سن صغير عشان يكبروا متعودين على كده. كمان نحط قوانين اللي يلتزم بها الجميع، زي احنا مثلا نحدد أماكن وأوقات غير مسموح فيها باستخدام الموبايل أو التكنولوجيا عموما، زي مثلا وقت الأكل، أو وقت اللي احنا قاعدين فيه كده مع بعض كأسرة، أو وقت الزيارات العائلية. آم، كمان لازم ان احنا نتكلم مع أولادنا، لازم ان احنا نتكلم معاهم، ما نقولش دول اطفال صغيره مش هتفهم حاجه، بالعكس الطفل الصغير ليه القدره على الفهم والاستيعاب احسن كمان من الشخص الكبير. وعشان كده بيقولوا في الامثال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فلازم ان احنا نفهمهم ونوعيهم باضرار واخطار الافراط في استخدام التكنولوجيا، ونفهمهم احنا ليه حاطين القوانين دي، ونخليهم يشاركونا فيها كمان. لازم طبعًا نكون إحنا نَفْسنا قدوة ليهم، ما ينفعش نكون إحنا بننصحهم بحاجة ونُقع إحنا في الأخطاء دي، ما ينفعش أنت كأب أو أنتِ كأم تقولوا لأولادكم لأ ما تقعدوش على الموبايلات كتير، وكل ما يبصوا يلاقوكم حاطين وشكم في الموبايلات ما بتشيلوهاش من عليها، فما ينفعش، هيصدقونا إزاي أو هيسمعوا كلامنا إزاي؟ لازم نكون إحنا نَفْسنا نلتزم بالقوانين دي ونكون إحنا قدوة ليهم علشان يسمعوا كلامنا. ما نهاجمش أو نقلل من اهتماماتهم اللي بيتابعوها على النت، بل بالعكس نشاركهم فيها ونهتم باهتماماتهم علشان نصبح احنا نفسنا جزء من العالم الافتراضي بتاعهم، وهنا هيبقى فيه ثقة بينا، هيقدروا ان هم يسمعوا كلامنا ويفهمونا. تعالوا شوفوا معايا الفيديو اللي جاي. فيديو ده فيه أم بتصور سلوك طفلها قبل ما تديله تاب وبعد ما اديت له التاب، واللي هيثبت لكم صحة كلامي طول الفيديو. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع لبعض تاني.
ما تنسوش إن دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت بس لسه الحلقات جاية كتير. استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.